عيلتي الجميله. النهارده بقى جايبه لكم فيلم كله اكشن واثاره، حاجه كده بقى فاخر من الاخر. يعني بصوا هتزهقوا من كتر الاكشن والاثاره اللي موجوده في الفيلم النهارده. واحب افكركم برضو ان الفيلم بتاعنا والملخص بتاعنا مش هتلاقيه في اي مكان تاني غير عندنا وبس. بس علشان تستمتعوا معايا بالملخص الجميل ده فانتوا لازم تكملوا معايا للنهايه. لكن الاهم من ده كله انك تصلي على النبي، وكمان تعمل لي لايك واشتراك في القناه. وقبل ما ابدا فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. فيلمنا بيبدا سنه 1989 في حيدراباد، وبنشوف الطفل ده بيجري تحت المطر وبيروح يقعد في الميدان ده من بالليل لغايه اما النهار بيطلع عليه. وبيشوفه ده وبيسال الطفل ده هو انت هربان من بيتك؟ طب انت عندك اهل؟ طب انت عاوز تشتغل؟ والطفل ساعتها بيرد عليه وبيقول له انا مستعد ان انا اعمل اي حاجه لو حبيتها. وبيكون الطفل ده شغال هنا بيلمع احذيه، وبيقول لي ده انا خلصت. والشخص ساعتها اللي كان بيلمع له الجزمه بيرمي له الفلوس دي على الارض، والطفل بينادي عليه والشخص بيرجع له تاني ولسه هيضربه. الكل ساعتها هنا بينصدم، وبنشوف الطفل ده وهو حاطط السكينه في بطن الشخص ده. والطفل ساعتها بيقول انا مش شحاته عندك علشان تعمل لي كده، انا بكسب فلوسي بعرق جبيني، مش شحاته عندك علشان ترمي لي الفلوس كده، واديني الفلوس بتاعتي باحترام. وساعتها الشخص ده بيخاف وبياخد الفلوس وبيديها للطفل تاني بكل احترام. ناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء. وساعتها الطفل ده بيقول له يلا امشي من هنا. وفجاه بتيجي شرطه البلديه وكل الاطفال بيهربوا، والعساكر كمان كانت بتجري وراهم. لكن الطفل ده بيسال مين دول، وده بيقول له دول بلديه وبياخدوا الاطفال علشان يتعلموا. والعسكري ده لما بيدخل الطفل ده في العربيه ساعتها بيلاقي الطفل ده قاعد جواها. وساعتها العربيه بتروح لدار الرعايه، وده بيسال الاطفال عن اساميهم. وبنعرف ساعتها ان اسم الطفل ده منى. وفي سنه 1990 بنشوف منى واصحابه خارجين من المدرسه. وسنه 1993 بنشوف نار هنا بتترمى على محطه بنزين كاكا وبتنفجر. وفي سنه 1998 بنشوف هنا في حادثه بين عربيتين دول وواحده منهم بتتقلب. وفي سنه 2003 في الجريده بنشوف المجموعه دي داخله الجريده، وبيدخل كيشان والعصابه على الصحفي وبيقولوا انت مش خايف من كاكا وانت عمال تنشر كده الاخبار السريه بتاعته؟ طب انت تعرف بقى الاخبار بكره بتتكلم عن ايه؟ وساعتها كيشان بيقتله. وفي سنه 2005 بيكون اتما وعصابته واقفين تحت المطر، وبيروح عنده كيشان والرجاله وبيقول له اتما انت بتعمل خطأ كبير قوي، وانت كنت شغال مع كاكا ودلوقتي مشيت من عنده وعايز تتحدى كاكا، وبكده كاكا هيقتلك، خلي بالك كويس قوي. واتما هنا بيقتل واحد من رجال كيشان وبيقول انا هقتل كاكا، وروح وقول له بكده، ولازم واحد فينا يكون هو زعيم المدينه، ومن دلوقتي انا صديق لكل اعداء كاكا. وفي سنه 2007 بنكون في الحزب، وراو بيقول في واحد بس ما بيخافش من الشرطه وبيرشيهم كمان. ووزير الداخليه بيقول له مش فاهم قصدك تتكلم عن مين بالظبط؟ وراو بيقول انت عارف انا بتكلم عن مين كويس قوي، انا بتكلم عن كاكا، لكن المهم عندي ان انا انفذ مطالب الشعب كلها. وبيخرج راو هنا للشعب وبيقول لهم انا فقدت الامل وعلشان كده قدمت استقالتي ولازم اقفل المصنع بتاع كاكا خالص. وده بيكون وسيط ومعاه عريس واهله هنا وام العروسه بتقدم لهم الحلويات وكمان العصير. وبنشوف ندى هنا بترمي الحبل من البلكونه، وساعتها بتنزل ندى وابوها بيساعدها علشان تهرب من الجوازه دي، وبتيجي صاحبتها وبتاخدها. وده بيكون منى بيجري ورا الاتوبيس لغايه ما بيركبوا ويبص لتيلو، وتيلو ساعتها بيشاور على البت دي. ومنى هنا بيقعد ويقول لها انتي حلوه وعلشان كده تيلو بيحبك قوي، بس ليه اخوكي ضربه؟ وبيظهر ده، لكن منى ساعتها بيضربه والاتوبيس كله بيقف وبيرجموا دولت هنا. ومنى ساعتها بيعمل الواجب وزياده وبيضربهم وبيرمي دم من الاتوبيس وبيتكلم مع البنت وبيقول لها تيلو عسل وكمان شربات، شوفي كده يا اختي عسل. لكن البنت ساعتها بتصدمه وبتقوله لو كنت انت كنت حبيتك على طول، وده اهبل طبعا. وبيتصدم ساعتها هنا تيلو. وبالليل منى هنا واصدقائه بيفضلوا يرقصوا هنا ويغنوا مع بعض طول الليل هو واصدقائه. وتاني يوم في الكليه في حيدراباد بيكون راضي هنا عامل نفسه زعيم في الكليه، بس بيكون عبيط قوي وحاطط معلقه هنا في صدره. وبتدخل العربيه هنا الكليه بسرعه مجنونه وبترش ميه على فريد وبتقف العربيه. وفريد بيقول كان ممكن تسوق بالراحه شويه، وده بيضربه بالرجل وبيقع ساعتها فريد. وبيكون راهول هنا ابن كاكا وبيقول لفريد الغلط انك مشيت قدامي. ورافي ساعتها بيروح عند راهول وبيقول له انت زعيمنا وانا دلوقتي بقيت خدامك. وراهول بيكون مركز قوي مع ندى وبيروح عندها وبيحاول ان هو يسلم عليها، بس هي بتسيبه وبتمشي.
وبتمشي، وبيقول لها انا بحاول اتكلم معاك علشان نكون اصدقاء، ايه مشكلتك يعني؟ وتقول له مشكلتي هو انت، وبتسيبه وبتمشي. وبياخد منى واصحابه هنا الموافقه بالمنحه الدراسيه في الكليه، وهم خارجين راهول بيخبط هنا في اجي صديق منى، وراهول ساعتها هنا بيزعق لاجي، لكن منى بيقف هنا قصاده وبيقول له احنا اسفين ما كانش شايفه خلصنا بقى. ومنى ساعتها بياخد اصحابه هنا وبيمشوا. وتاني يوم بيكون تيلو هنا رايح جاي ويقول لمنى اتكلم معاها باحترام شويه وانت هتساعدني علشان ابني حياتي، ويقول له هي جايه. ومنى ساعتها هنا بيبص بيشوف ندى، وساعتها منى هنا بينادي عليها ويقول لها تعالي على هنا، وبيروح عندها ومعاه تيلو وتقول له هو في ايه؟ يقول لها الولد اعترف ليكي بحبه، ما توافقي بقى وخلصينا. وتقول له هو كده كان بيعترف لي بحبه؟ ده كان بيشحت مني الحب. وتقول له ايه رايك بقى؟ وساعتها منى هنا بيبص له بكل عصبيه ويقول لها بس هو والله طيب قوي وعلى نياته عيل غشيم معلش. وتقول له روح واساله. يقول لها مين؟ وتقول له حبيبي. ومنى وتيلو هنا بينصدموا لما بيعرفوا ان هي عندها حبيب وبتسيبهم وتمشي. وندى ساعتها بتبص لصاحبتها هنا وبتقول لها طبعا انا بخدعهم، انا ماليش حد ولا ليا حد بحبه. وبيروح منى هنا واصحابه كافيتريا بالكليه، وبيروح فريد هنا يتعرف عليهم، وفريد بينادي على شاشه علشان يجيب الشاي، وبيقول لمنى شاشه ده حبيب الكل وكمان بيحل اي مشكله للطلبه لغايه السياسه كمان بيحلها لهم. وشاشه بيجي وبيقول له كده هيقول عليا اني زعيم العصابه. وبيكون راهول هنا بيعذب واحد في الكليه، وشاشه بيقول الكل بيخاف منه علشان ده ابن كاكا. ومنى ساعتها بيبص له هنا بكل عصبيه، وشاشه بيقول ان راو هو الوحيد اللي هينهي على كاكا ده. وبيروح منى يتمرن شويه علشان يطلع الطاقه اللي جواه. وهنا في مكتب كاكا شوتان بيقول لاخوه ايه اللي انت عملته ده؟ لسه قدامك فرصه ويلا روح اعتذر لكاكا. لكن كاكا بيقول الخيانه دي صفه في الانسان وما بتنتهيش ابدا الا بموته، وده كاكا. وبيقول لشوتان انسى خالص ان انا ممكن في يوم من الايام اسامح اخوك، وعندك عرض يا اما تمشي معاه او تكون معايا. وفجاه شوتان هنا بيقتل اخوه قدام كاكا، وكاكا بيقول لشوتان انسى بقى الماضي ده علشان ده دلوقتي بالنسبه لك ماضي، وعلشان تعرف تعيش بالمستقبل لازم تنساه خالص. وبيمشي كاكا هنا. وتاني يوم بيروح راو هنا عند كاكا في البيت، وبيتعرف على لاكشمي مرات كاكا، وبيروحوا هنا على ترابيزه الاكل. وراو بيتعرف على راهول ويقول له خد منك كل صفاتك يا كاكا، ودي بتكون شروتي بنت كاكا. وراو بيقول بنت غلبانه قوي بس هي ما تشبهلكش خالص مش زي ابنك. وكاكا ساعتها بيساله هتستفيد ايه لما تقفل المصنع بتاعي؟ وراو بيقول له انت عارف المصابين بسبب مصنعك قد ايه ولازم مصنعك ده يتقفل. وكاكا ساعتها هنا بيهدده، وراو بيقول له انا ما بخافش وانت عارف كده كويس. وبيمشي راو هنا، بس كاكا ساعتها بيقول انا دايما بقدم عروض بس انت النهارده اللي قدمت ليا عرض حلو قوي مع السلامه. ومنى هنا بيجري ورا تيلو ناحيه ندى، وندى ساعتها هنا بتصرخ لكن تيلو ساعتها بيهرب. ومنى وقتها بيمسك ايد ندى وبيلحقها هنا قبل ما هي تقع، وبتسالهم هو في ايه؟ ومنى بيقول لها كل ده علشان الافندي ده يحضنك، لكن في النهايه الغبي ده بوظها، وكمان للاسف عندك حبيب. وندى ساعتها بتعرفهم ان حبيبها معاها هنا في الكليه كمان. ومنى بيقول لها فين ده؟ وندى بتقول انت مالك انت، وساعتها بتسيبه وتمشي. ومنى هنا بيبص عليها وهي كانت ماشيه، وساعتها يقول لها وما غلطش لما قال انك جميله قوي. وساعتها بتمشي وهي متعصبه جدا. وطبعا رافي هنا بيكون شايف كل اللي حصل. وبالليل رافي بيقول لراهول اللي شافه كله واللي حصل بين منى وندى. وراهول هنا بيتعصب قوي. وتاني يوم راهول هنا بيسوق بجنون هنا ناحيه ندى وبيقف قدامها وبيقول لها وانا اللي كنت فاكرك محترمه وانتي عماله تتكلمي مع ده ومع ده، انت طلعتي سهله قوي وكمان بتمسكي ايده. وساعتها هنا بيهددها. وندى ساعتها بتخرم هنا عجله الموتوسيكل بتاعها، وساعتها بتركب ورا منى وبتمشي قدام راهول هنا وبتغيظه. وهو ساعتها اول ما بيشوف كده بيتعصب جامد. وبالليل بيروح رافي وراهول هنا الكازينو، وراهول بيشوف منى كان شغال هنا في البار، وبيروح عنده هنا وبيبدا يتكلم معاه بكل تكبر وبيقول له يلا هات لي اقوى مشروب عندك. ومنى ساعتها بيعمل له هنا مشروب قوي جدا. وساعتها راهول هنا يروح امه بيكون صعب عليا على الاخر. وفجاه بتدخل ندى هنا وابوها، وبيروح عليها راهول وبيسلم عليهم وبيتعرف على ابوها. وبعد كده بيمشي راهول هنا، بس وهو ماشي بيزق البنت دي، وفريد ساعتها بيمسكه من هدومه، ولما بيشوف راهول بيخاف قوي وراهول يمسكه من رقبته. بس بيجي تليفون لراهول من كاكا وبيقول له تعالى لي حالا. وساعتها بيمشي راهول هنا مع رافي، وندى بتروح بتشوف هنا منى، وساعتها بيتعرف على ابوها، وابوها بيقول لها هو ده منى بقى اللي انت دوشانه بيه في البيت؟ وندى ساعتها هنا بتنصدم من كلامه، وبيبدا منى هنا بالراس والغنى. وتاني يوم بيروح هنا اتمه عند راو في البيت، ورام بيقول له انت واحد مجرم، ايه اللي جابك هنا؟ واتمه بيقول له علشان نتحد مع بعض ضد كاكا وعايز اساعدك. وراو بيقول له انت وكاكا زي بعض، مجرمين زي بعض، وانسى الموضوع خالص ان انا ممكن في يوم من الايام احط ايدي في ايد واحد زيك. لكن اتمه ساعتها بيهدده، وساعتها راو هنا بيضربه حته دين قلم
وبيقول له انت جاي تهددني في بيتي ويلا امشي من هنا. وبيمشي اتمه ساعتها وكله غضب. وفي الكليه بيكون فريد هنا وراه عصابه كبيره قوي وبيقف قدامهم منى. وبيجي راهول ومنى هنا بيسالوا هو ايه المشكله بالظبط. وراهول بيقول له امشي بس واتفرج على اللي هيحصل لصاحبك. وفريد بيقول لمنى على اللي حصل في الكازينو. ومنى ساعتها بيقول لراهول مش من الشجاعه خالص اللي انت تيجي وتجيب معاك حد عشان يضربه. طب ما تضربه انت لوحدك ولا انت خايف. وراهول بيقول لرجالته هنا محدش يتدخل خالص. وفريد ساعتها بيخاف جدا. ومنى هنا كان عمال يشجع فريد ان هو يواجهه علشان منظره قدام البنت بتاعته. وراهول ساعتها هنا بيمشي بس بيقع هنا وبيبص على منى. ومنى ساعتها بيشاور له ان هو مش هو اللي وقعه وان فريد هو اللي وقعه. وفريد ساعتها هنا بيروق على راهول قدام كل الطلبه وبيسحبه كمان هنا على الارض. بس في الاخر فريد هنا بيكون ظبطه على الاخر. ومنى بيقول لراهول اتقي شر الحليم بايس غضب، ايه رايك؟ وبيمشي ساعتها منى هنا. وراهول بيقول له انت عارف انا مين؟ ومنى بيقول له انت مين يعني؟ ابن واحد اسمه كاكا هيعمل لي ايه يعني؟ وبيمشي ساعتها منى هنا بكل فخر. ولما بيروح هنا راهول كاكا ساعتها بيكون عارف اللي حصل له كله في الكليه. وساعتها بيضربه هنا بالقلم وبيساله مين اللي ضربك يا حيوان. وبالليل منى هنا بيروح السكن لكن بيبص بيلاقي كيشان هنا والرجاله. وكيشان بيقول له انت حلو اهو، امال بقى في ايه مالك؟ طب المطلوب منك دلوقتي اللي انت تروح تعتذر لراهول في الكليه الصبح وكاكا ساعتها هيرحمك. بس ساعتها رد منى هنا بيكون بيوجع قوي وبيخلي كيشان هنا يطير في الهواء. وبتبدا الرجاله كلهم تهجم هنا على منى. بس منى ساعتها بيوجب عليهم هنا وبيضربهم ضرب فاخر من الاخر وبيطيرهم هنا يمين وشمال وبيكسرهم كلهم. وبصراحه كده بيكون علمهم الادب وبزياده وكلهم يعني بيكونوا مترصرصين على الارض. ولسه كان عمال يكمل هنا على الباقي. وتاني يوم شاشه وراو هنا بيدخلوا القسم ويطلعوا منى هنا منه والكل الطلبه ساعتها بيكونوا بره. وراو بيقولوا شجاعتك دي عجبتني قوي علشان وقفت ضد كاكا. وتاني يوم منى هنا بيلعب مع الشباب وبتجيله ساعتها ندى وبتفضل هنا تتكلم معاه شويه وبعد كده بيمشي. وساعتها بتقول هنا ببالها انا عايزه اتجوزك انت يا متخلف. وبتتخيل ان هي عماله ترقص وبتغني معاه. وبيجي اتصال هنا من ادمى راو وبيقول له يا راجل يا عجوز انا عرفت انك بتجمع ادله ضد مصنع كاكا وانا معايا الجديد كله وانا عايز اقضي على الكاكا ده خالص. وبيروح راو هنا علشان يقابل اتمه لكن الحارس بتاعه هنا بيتقتل وكمان الباقي بيموت. وساعتها بيموت هنا راو. وشيشه ساعتها بيروح عند منى وبيعرفوا ان راو اتقتل والشرطه بتكون في المكان بتاع الحادث واتمه بيكون موجود. وبيروح شاشه ومنى هناك. ومنى ساعتها بيشوف اتمه هنا والمفتش بيشوف هنا فارغ الرصاص وبيقول لازم اعرف مين اللي اطلق الرصاص على ده. والصحفيين ساعتها بيروحوا عند كاكا وبيقول لهم مش انا طبعا ده كان صديقي وازاي انا ممكن اقتل واحد كنت بحبه زي صديقي بالظبط. حتى الخلاف اللي كان بينا ما يخلينيش ابدا ان انا ممكن افكر حتى ان انا اقتله مش اقتله. والمفتش ساعتها هنا بيحقق مع اتمه واتمه بياكد للمفتش ان كاكا هو اللي عمل كده وهو سابني اعيش مخصوص علشان القضيه دي انا اللي البسها. وكاكا في البيت هنا بيقول ان احلى حاجه الخلاف اللي حصل بين راو واتمه وده ساعدنا قوي ان انا اقتل راو. بس فجاه الشرطه هنا بتيجي عند كاكا ومعاهم هنا امر بالقبض عليه. وبيقول المفتش السبب في القبض عليه هو فارغ الرصاص وبالذات الرصاصه الرابعه واتسلمت لينا. وبيسالوا مين اللي سلمها والمفتش بيقول له منى. وكاكا ساعتها هنا بينصدم. وفي الاسم بيخرج اتمه هنا قدام كاكا وبيعرف كاكا ان هو هيبات في الاسم النهارده. بس اول ما بيخرج الصبح هنا بيقول لرجالته انا عايز اقابل منى. وبيروح منى هنا عند كاكا واول ما بيدخل بيكسر الاباجوره دي. بس ايه لازمه ان هو يكسرها وعايزين نعرف ليه؟ تعالوا مع بعض نرجع تاني ونشوف ايه سبب الدخله الجامده دي. وبيقعد منى هنا قدام كاكا وش في وش. وكاكا بيقول له عجبتني قوي وعجبني قوي شجاعتك دي. وبيساله مين انت؟ ومنى بيقول له شخص فاشل حاول قتلك مرتين لكن فشلت. اول مره كان في محطه البنزين بتاعتك وتاني مره لما خبطتك بالعربيه واتقلبت وكنت بحسبك خلاص مت وارتحت منك بس طلعت منها عايز زي القطط بسبع ارواح. وكاكا بيقول له انت عايز ايه مني وليه كل ده؟ ويقول له كان لازم اعرفك قبل ما اموتك مين حاول يقتلك كذا مره قبل كده ولازم اعاقبك على كل حاجه عملتها. وكاكا بيقول له ليه ده كله؟ على فكره انت ميت من ساعه ما دخلت هنا ولا انت مش واخد بالك؟ بس انا ليا طلب اخير بقى منك قبل ما اقتلك عرفني انت ليه عملت كل ده وانت مين اصلا؟ ومنى بيقول له هو انت نسيت عملت ايه من 18 سنه؟ وساعتها بيقول على اسم كله. وكاكا ساعتها بيساله انت عرفت اسمي ازاي؟ ومنى بيقول له ازاي ما اعرفوش وانا ابنك. ودي بتكون الصدمه طبعا. ومنى بيقول له من ساعه ما هربت منك وانا بخطط لقتلك والنهارده انا قاعد قدامك وممكن اقتلك دلوقتي لكن انا بديلك فرصه دلوقتي ان انت ممكن تعيش تاني واخليك تتمنى الموت علشان ما تقابلنيش بعد كده. وكل ده طبعا وكاكا هنا ساكت خالص من الصدمه. وقبل ما بيمشي منى بيقول له هخليك تعيط
عليك وهدمرك. وساعتها بيمشي هنا منى، وبيكون منى هنا واقف مع اصحابه وبيحكي لهم وبيقول لهم في بنور بيكون منى وامه هنا واخته بيجروا في القريه، وكان ساعتها كاكا هنا بينضرب، وام منى ساعتها بتدخل هنا وبتحوش عليه الضرب وبتقول لزعيم القريه ارحمه، هو عمل ايه يعني؟ ويقول لها ضحك علينا واخد فلوس المحصول كله ودلوقتي بيقول ان هو خسر الفلوس، وهي ساعتها بتترجاه علشان يسيبوه، وساعتها الزعيم هنا بيرحمه علشانها هي، وبيمشي كلهم وبتروح عند كاكا هنا وبتقول له حاول تتوب شويه، وهو ساعتها بيكون هنا عمال يمثل عليها وبيقول لها بطلي بقى بكاء ولازم نمشي من القريه دي قبل الفجر ويلا. وفي قريه آشا بتكون الام خايفه على بنتها المريضه وبتقول لمنى ابوك خرج علشان يجيب الادويه وروح شوفه راح فين وهاته معاك، ومنى ساعتها هنا بيمشي وبيكون كاكا هنا مجمع اهل القريه وبيقول لهم انا معايا هنا عقود سفر لبنات القريه، وساعتها القريه هتكون غنيه قوي. ولما بيرجع منى هنا بيلاقي امه قاعده حزينه قوي واخته بتكون ماتت هنا من المرض اللي كانت فيه، وبيروح كاكا هنا بيتصل بالتليفون وبيقول انا جهزت بنات علشان يسافروا بس ادفعوا مبلغ حلو بقى، وبيكون البقال هنا سمعه. ولما بيرجع كاكا بيشوفهم وبتقول للام البنت ماتت بسببك انت، ايه ذنب العيال انت دمرت حياتي. وكاكا ساعتها هنا بيضربها بالقلم ويقول لها عادي يعني لو عاوزه بنت تاني تعالي نخلف بنت تانيه على الاقل صحتها هتكون احسن بكتير من البنت اللي ماتت. وساعتها اهل القريه بيكسروا الباب هنا عليه لكن بيشوفوا هنا كاكا عمال يعيط قدامهم علشان بنته اللي ماتت، والام اول ما بتشوف كده بتنصدم هي ابن الممثله، وبيقول لاهل القريه كلهم ربنا اخد بنتي علشان خدعتكم واقتلوني وارحموني بقى وارحموا مراتي وابني ارجوكم. والام ساعتها هنا بتفضل تعيط واهل القريه بيقولوا موت بنتك انقذك، وبعد الجنازه ما تخلص امشي من القريه خالص، وكلهم ساعتها هنا بيمشوا. ولما كاكا هنا بيحاول ان هو يقرب من مراته ساعتها بتقوله ما تلمسنيش انت عامل زي الشيطان، لكن ساعتها كاكا هنا بيفضل يمثل عليها وبيحلف ان هو هيكون كويس ومش هيعمل اي حاجه تاني. وفي حيدراباد بقى كاكا هنا بينزلهم هنا وبيقول لهم خليكم هنا على ما الاقي شغل، وبيفضلوا قاعدين هنا وبيرجع كاكا ليهم وبيقول لهم لقيت شغل، وساعتها بياخدهم هنا وبياخد مراته هنا وبيطلعوا على فوق للزعيم ده، وبيكون الحيوان ده باع مراته هنا للزعيم وكمان اخد فلوس عليها. ولما منى بيشوف كده بيجري على امه، وكاكا ساعتها بياخد منى هنا وبينزل بيه على تحت، بس ساعتها الام طبعا بترمي نفسها يا عيني من فوق وبتموت، ورجاله الزعيم ساعتها بيجروا هنا ورا كاكا، وساعتها منى هنا بيفضل يعض كاكا وبيجري ساعتها من كاكا، وكاكا ساعتها بيجري هنا من رجاله الزعيم، وهي دي الحكايه كلها. ومنى بيفضل هنا يعيط وكل اصحابه كمان كانوا فاضلين هنا يعيطوا، واجيب يقول احنا معاك علشان ناخد هنا بطارك، ومنى يقول له لا في النهايه يا اما انا اللي هموت او هو هيموت وارجوكم انتوا ما تتدخلوش، وشاشه بيقول له احنا معاك علشان الكل دلوقتي محتاجك وانت مصدر شجاعتنا كلنا. وكاكا بيتصل بمنى بيقول له انا خرجت من القضيه زي الشعره من العجينه، ومنى بيقول له كفايه 7 ساعات خوف وانت في السجن. وكاكا بيقول له اللي مزعلني اني لغايه دلوقتي ما قتلتكش، وبيقفل السجن. ولاكشمي كانت بتحاول تتدخل هنا في الموضوع لكن كاكا بيقول لها انت اخرك هنا تمتعيني وبس، وهي ساعتها بتعيط وبيطلب من كيشان ان هو لازم منى يموت علشان الكل يخاف. ومنى ساعتها بيقول لشاشه ان لازم ادمر كل ما يملكه هنا كاكا، ويقول له ازاي، ومنى بيقول له المصنع بتاعه وده كل قوته وكل ماله، وهو في الظاهر هنا ان هو مصنع ادويه لكن الاساس هو مصنع البيع المخدرات، ومخلفات المصنع بتسبب تلوث في المياه الجوفيه وناس كتيره قوي ماتت واتصابت بسببه، ولازم المصنع ده يتقفل، ولو عرفنا نسبه المياه الجوفيه اتلوثت بسبب المصنع ساعتها هيتقفل. وبيروح منى هنا وبيكون كل رجال كيشان هنا متابعينه في الطريق لكن منى هنا بيكتشفوه، وبيبدا هنا يصطادهم واحد ورا التاني وبيضربهم هنا واحد ورا واحد، وبيرميه ساعتها هنا على عربيه كيشان. ولما بيبص هنا بيشوف منى، والوزير بيقول لكاكا انت خايف منه كده ليه، انت ياما شفت ناس اقوى منه. وكاكا بيقول له لا ده قوي جدا، والوزير بيقول له ما تخافش منه كلنا معاك. وشوتان بيقول له طب ما ايه رايك اما نيجي نقتل له حد قريب منه قوي. وكاكا بيقول له ده شاف امه وهي بتموت ومش هيفرق معاه حد بعد امه. وده بيجي هنا بيقول ان في 2 ماتوا لما شربوا المياه الجوفيه اللي جنب المصنع. وشاشه بيقول لمنى كل حاجه مشيت زي ما خططنا بالظبط، والخبر انتشر في كل الجرايد من غير اي اهميه. ومنى ساعتها بيجمع كل الصحفيين عنده وبيقول لهم على كل المعلومات بتاعت كاكا، وساعتها كلهم هنا بيخافوا. وده بيقول له صحفي زميلنا كتب على كاكا ساعتها واختفى. ومنى هنا بينادي على شاشه، وساعتها الصحفي المختفي ده بيظهر قدامهم، ومنى بيقول لهم ان هو كان في حمايه الفتره دي كلها، وكمان خليكوا شجعان وتحاربوا الظلم معايا وهكون معاكم. والصحفيين ساعتها هنا بيمشوا، وساعتها بيمثل تيلو ان هو مات بسبب مصنع كاكا، وكل الصحفيين هنا بيكونوا موجودين، ومنى بياخدوا هنا في عربيه الاسعاف، والاخبار كلها بتتكلم هنا عن كاكا. والوزير في المؤتمر الصحفي
بيكون مش عارف هنا يرد عليهم خالص علشان كاكا، وشوتان بيروح عند كاكا وبيعرفوا ان المصنع خلاص اتقفل وكمان اتشمع، ومنى بيتصل بيه وبيقول له خايف؟ انت لعبت لعبه السلم والتعبان، انت طلعت على السلم كله، بس استنى بقى اللدغه بتاعتي اللي هتوقعك على جذور رقبتك. وبيسمعوا هنا فرحه الناس على قفل المصنع، وبيكبر ساعتها منى كده وبيكون مصدر ازعاج هنا لاي ظالم. وكاكا بيطلب من شوتان ان هو يراقب منى طول الوقت، وبيروح منى هنا مع اصحابه الكافيه، وبيكون الاصدقاء هنا مرتبين علشان ندى تيجي وتقعد مع منى، وكلهم ساعتها بيمشوا، وساعتها بتعترف هنا ليه بحبها، وبيبداوا هما الاتنين هنا بالرقص والغناء مع بعض. وبيروح منى هنا البيت وبيشوف اتمه هنا، وساعتها اتمه هنا بيعرض عليها ان هما يتحدوا مع بعض وعايز يساعدها، لكن منى بيرفض الموضوع ده نهائيا. وفي الطريق شاشه هنا بيقول لمنى ان شوتان مستعد يساعدنا، وبيروح منى هنا عند شوتان، ولما بيقعد قدام شوتان بيقول له كلهم هنا علشان يقتلوه، وفي مسدس هنا تحت الترابيزه، والكل ساعتها هنا بيرفعوا السلاح على منى، ومنى ساعتها بيطلع السلاح وبيرفعه في وش شوتان، ومنى بيطلب من تيلو ان هو يشغل هنا العربيه، وكاكا ساعتها بيضرب هنا كيشان، وكيشان بيقول له اللي حصل كله، وكاكا بيعرف انه شوتان باعه. وبيروح منى وشاشه هنا علشان يشتروا اسلحه، بس بيجي اتمه ليه وبيقول له خليني معاك، ومنى بيقول له انت ولا صديق ولا عدو ليا، واتمه ساعتها بيحذره، ومنى وشاشه هنا بيمشوا، وبيبدا منى هنا يقف وسط الناس ويساعدهم ويرجع لهم كمان حقوقهم، وبيكون مصدر ازعاج كبير قوي لكاكا وكمان بيدمره. واللي كان بيفكر هنا يعاكس ندى، بتكون ندى هنا كاتبه انا ملك منى وبس، وبتروح لكشمي وشروتي هنا عند منى، وساعتها بيعرف من شروتي انها بنت كاكا وان هي بتحب شخص وابوها هنا رافض، وساعتها بيقول لهم انا ماليش دخل بالامور العائليه دي، وشروتي بتقوله دي عيلتك، ويقول لها لا عيلتكم انتوا، ولكشمي تتكلم معاه وبتعرف ازاي تخليه حنين معاها. وقبل ما بيمشوا هنا بيسال شروتي عن اسم حبيبها، وكاكا اول ما بيروح البيت بيتعصب على شروتي وامها، وبيسال شروتي هنا عن حبيبها وتقول له ان قلت لاخويا، وبيبص ساعتها الراهول وتقول له لا اخويا منى. وبيكون منى هنا والرجاله في الطريق، لكن فجاه بتخبطوا 4 عربيات في جهه واحده وبيضربوا عليه نار هو واصحابه، وهو كان عمال يضربهم هنا كمان بالنار، وكان منى هنا عمال يحمي اصحابه، وكيشان بيكون هنا في وسط الرجاله، ومنى ساعتها بيقتل عدد كبير قوي، وبينزل منى هنا وبيقتل في الكل، وبيعرف يدمر ال4 العربيات دول، وبيصفي كمان كيشان وبيقتله. وبيجي اجي عند منى هنا وبيقول له تيلو، وبيرجع منى تاني عند تيلو وبيلاقيه ساعتها ميت، وبيحزن جدا عليه وبيفتكر كل حاجه بينهم. وبيروح منى وشاشه عند شوتام وبيقول له خنتيني ليه، ونعرف ان شوتام هنا اتحد مع اتمه وهو اللي عمل كل ده، وساعتها بيقتل شوتام، لكن بيقول ازاي كيشان كان موجود، اكيد اتمه وكاكا هنا متحدين مع بعض، وبيتعصب وبيقول كاكا هنا صنع عدو بنفسه، وبنكتشف ان كاكا واتمه هنا ايد واحده، وكمان كاكا هو اللي قتل راو. وبيروح منى هنا عند اتمه في البيت بتاعه وبيقول انا موافق على الاتحاد معاك بس هات لي كاكا. وتاني يوم بيروح كاكا هنا واتمه وبيكون رافع المسدس على كاكا، وبيخرج منى ليهم وبيقول لهم رائع قوي التمثيل ده، وبيعرفهم ان هو عارف كل حاجه. وساعتها اتمه هنا بيضرب النار على كاكا، وكاكا ساعتها هنا بينادي على رجالته، بس اتمه هنا بيقول له رجالتك بقى ورجالتي، لكن منى ساعتها بيضرب الكل هنا بالمسدس وبيقتل عدد كبير قوي منهم، وبيفضل يضرب فيهم هنا ضرب فاخر من الاخر، وبيكمل ضرب هنا في اتمه، بس كاكا هنا بيقتل اتمه، وكاكا ساعتها بيرفع السلاح هنا على منى، ولما بيضرب النار مش بيكون فيه رصاص هنا في السلاح بتاعه، ومنى بيقول له انا زهقت منك وكمان السلاح بتاعك خانك والكل كمان سابك وحياتك بقت شبه حياه الكلاب، وبيطلع منى هنا رصاصه وبيسيبها له وبيمشي، وكاكا ساعتها هنا بيقتل نفسه، وبكده منى بيكون جاب حق امه واخته وقدر ان هو ينهي الظلم ده كله، وبقى منى قوه الناس كلها. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وتلخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه ما اشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.